بومرداس يبغى يسين الوقاف ولا قرا يون هذه نفل ديك سنت ولا قرا نغلا مكروه ذين ويشبه حنا راه هذه الزر ديك سنت النافله معناها كي توالي ضرورتها كي شيخ عبد الرحمن الجوامع الشيخ الديني مثلا ديني قال لك الامام يولي ينصف المنبر ولاش النافله تكتشف من كاب باربع الظل بعد العصر المهم ان شاء الله يلاحظ ظواهر كيف تكوادي شكت ويقارك ذاك يجنني بارك الله فيك. علماء المالكيه الحج بارك الله فيك مثلنا كاين دي سقسنا فو سقسيه كي دا سقسينا الفقه يلهان نزرا المالكيه لان كان الوقاف حرام تنفلض لان كان الوقت ثلاث مكروهه يعني عندها يعني تقريبا حتى العلماء النظامي مسنونين كل قارنت الحرامي هذه نفل كيسن لا ثلاثه الا مقارن يعني في كثير نفيوش فيح بعد صلاه العصر ابري تظلت من العصر والى الحديث يقارد لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ما يغلي يطيج الخصوص ما الا قرفد بقال العلماء حرام ما يلي يطيج اثناء يتصبوا بعد العصر اثناء ويصب على كله ويكفى على كله وقي حرام العلماء الحاج تلي تلمس يطيش قريب يعني ذي المغرب قيمة واحد 5 دقائق 10 دقائق وقي حرام يوني وكنا هذا يخدم النافله الا يون كذلك الوقت الحرام العلماء يطيج ما دي نقر كان شويه مازالوا دي كملاله مثلا يعني جوست الوقت يعني نص تعفول تنين يطيج يبدا تفاكني حرام الوقت الني السيناقي انا نسوس ثلاثه ندي طيج مايلي دي تلمس كيني حرام دي يظليون النوافل وربما يزمد يون في غير حرام شيء قارن دي مسنا الحاج لان دي الوقت ننفيوش فيه قريش يقدر يجهلن يعني قريش ذي مكه صراجون ما ادي صب يطيج العبذن يطيج عبذن خطر يطيج صراجون بعد السركعان اسيني كتشني الاله النا وغالد الزكاه يعني تروحوا يالا وما دي نقر الصبح اسفدن ذينا كذلك السجدن يطيج الناس النفيوش فيه وتظلم النوافل في السن وقتاك وس ثلاثه ما يلي يطيج دقيني اللي مكروه كذلك الحاج ما يلي مباشره بعد العصر يعني يكفى كان العصر اتنفلض وقي علماء المالكيه يكرهون صوضنا على العصر ولكن قارن مش تنفلض بعد العصر وكذلك ما تظلت من الصبح قارن بمكروه لا قارن ونادي الظل تظلت ما يولي يطيج اذا نلك الوقاف مكروهه ما يلي مباشره جوست ما تكفو تظلت من العصر نعم ما تكفو تظلت من الصبح ولن الاوقات ثلاثه محرمه وقد لنا كي ثوره ما يلي يطيج يعني مازالوا تصب على كل مازال يعني شويه ودوليه على الكل وما يلي يتلمس النود كذلك ما وقد اليوم كي يشتيني ما يلي الامام سفلان المنبر الى قد تكشف مضى الجماع اصليت وقبل هذه للامام سفلى من المنبر ذو كاع الاوقات انا احري شوكيس لكن الدقه ولا واش فعلا في صلى الله عليه وسلم ام زوارو هذه ويزل تفونس نتواب ان قالوا كذا وثمللت قال لك يولي الامام بارك الله فيك افاش تلقى الحاج يوني لا قد انا حاصل يروح زيك يروح زيك هذه هو التواب تفونس اذا نيون ما يبغى الحاج باش نزار الى قد ينفل بعد المغرب هذه يدفل ما وقت الضحى عفاش قلت ركعتين الضحى ميديو يولي يطيج قد العلماء كاين نفس الساعه بعد ميديولي زمر يونادي في ينفل يفادي نودي الزال خير تزول لك كي نزياده النافله نتواف وين معليش الحاج النافله اللي عليك يا انت ندق الحاج خيام الليل ولا ركعتين في قرار كان سنه ركعات في جوف الليل ولا الحديث عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي افضل صلاه بعد الفريضه إنيس صلاة بالليل إنيس يوم ما يرنو تظليث ندقيض في نفس التوف مقرنة تتصل ربي سبحانه. الشيخ عبد الرحمن كانت فرصة نعم. اللي مثلنا ذكر الصباح الحمد لله تلحق تظليث الصباح يعني هذا بعد الأذن والسين معناها أذن الفجر. نعم. هذا بذونا تظل سنة ركعة دار نص سنة 4 6 8 نعم صح دوقي كي ثقيل إذا قلنا بهايث مثلا تروح نصلي الصباح بعد تصلي الصبح
اين يدي داني الشرعيت سنة ركعات كان هذا حتى تحت المسجد ولاش تينا تحت المسجد تينا كلش نص بارك الله فيك. كانت من نصحاب كان زار سنة 4 6 نصح وقدنا الحج المفروض النافله على ما يشرق ديطيج فاش تلاقيون مايلين لا قبلت صليت الصباح وقفت صليت واقي قال لدن والسين صليت الصباح بارك الله فيك الحج سكرنت زلان نصح اكثر من سنة ركعات ثانية المشروعة بارك الله فيك نشير اليها تصد اول في منارة بارك الله فيك زلان الصباح وزرا نارة وفي منارة نكون نزرى بلي الصبح ساعة سنة ركعين ومقارن الرغيبة المالكية قال ست الرغيبة قال ست الفجر سنة كان يقول لنا الحاج اثتزال يون من بعد ذي سنة تركيعين الصبح هكا سوا ما يأذن الأذان والسين باش نمسها مليح الأذان والسين أعطى الأذان أمزوارو وقد والسين وين يزمد ينفل ولكن ما يدن الأذان والسين هذه زر سنة تركيعين الفجر هذه سنة الفرض كان كاس الشيخ عبد السماء قيمت سنة دقائق بالك أقل سنة دقائق يقول مثلا عبد الرحيم يتي باسا يقار